5 خرافات عن خسارة الدهون بسرعة هنفضحها في الفيديو ده. من الآخر 5 خرافات الناس بتصدقها عن خسارة الدهون بسرعة، من الصيام الطويل والمشروبات السحرية. هنفضحها النهاردة ونفهم الحقيقة العلمية ازاي نخس بطريقة صح وصحية بدون خدعة ولا كلام فاضي. الخرافة الأولى: لو بطلت تاكل خالص جسمك هيحرق دهون بسرعة. طب يا دكتور، ما هو المنطق بيقول كده، لو أنا ما باكلش لازم جسمي يحرق دهون، صح؟ أيوة، المنطق بيقول كده فعلا، بس مين قالك إن الجسم بيمشي بالمنطق؟ بيمشي بالفسيولوجي. وده بقى بيقول إيه؟ في مجاعة جاية فيبدأ يقلل الحرق، يقلل حرارة الجسم ويبدأ يحرق في عضلات مش في دهون. يعني بيحافظ على الطاقة بإنه يقلل حرقها، وده اسمه بالطبي metabolic adaptation. يعني بدل ما بتحرق أكتر أنت في الفعل بتحرق أقل، فبدل ما بتطلع بكرش صغير بتطلع بكرش وعضلات ضعيفة. الخرافة التانية: في مشروبات سحرية بتحرق الدهون. طب والقهوة الخضراء والليمون الصبح والشاي الأخضر قبل الأكل، مش دي مشروبات بتحرق دهون؟ ولا واحدة في دول بتحرق دهون فعليا. اللي ممكن يعملوه المشاريب دي انها ترفع الميتابوليزم سنة صغيرة 3-4%. يعني لو انت بتحرق 2000 كالوريز ممكن يبقوا 2080، لكن ما حدش فيهم بيداوب الدهون. اللي بيحرق الدهون فعلا العجز الحراري، الكالوريك ديفيشيت، يعني تاكل اقل من اللي جسمك محتاجه بس بطريقة صحية ومتوازنة، مش بليمونة ومية سخنة. الخرافة الثالثة: خسارة 5 كيلو في الأسبوع نجاح. ايه ده؟ يعني انا لو خسرت 5 كيلو في الاسبوع يا دوك مش ده معناته ان الدهون بتدوب؟ اكيد لا، اللي نزل ده مش دهون، دي ميه وشويه جلايكوجين اللي هو مخزون الكربوهيدرات في العضل وفي الكبد. كل جرام جلايكوجين بيشيل معاه 3 جرام ميه. فاول كام يوم من الدايت كده جسمك بيفرغ الجلايكوجين كله، ففعلا انت بتنزل بسرعه، لكن دي مش خساره حقيقيه للدهون. الدهون محتاجه وقت وصبر. النتيجه السليمه من نص لكيلو دهون صافيه في الاسبوع. اكتر من كده غالبا جسمك كله بيصرف بس في الميه والجلايكوجين. الخرافه الرابعه: الكيتو بيخليك تحرق دهون اكتر من اي دايت. ايه يا دوك، انا لما بعمل الكيتو دايت الميزان بينزل بسرعه جدا، هو ده مش دليل ان الجسم بيحرق اكتر؟ مش شرط خالص. الكيتو فعلا بيقلل الكربوهيدرات وبشده كمان، فنفس الفكره، الجسم بيفرغ جلايكوجين كتير معاه وميه، عشان كده الوزن بينزل بسرعه جدا في الاول. بس بقى لما نبص على الدهون الصافية الدراسات بتقول ايه؟ مفيش فرق جوهري بين الكيتو واي نظام تاني متوازن فيه نفس السعرات. الفرق الحقيقي ان الكيتو بيخليك تشبع بسرعة فبياكلوا اقل، لكن حرق الدهون السحري لا دي خرافة. الخرافة الخامسة: لو لعبت تمارين بطن كرش هيختفي. فعلا يا دكتور، انا بعمل فوق ال100 تمرينة بطن كل يوم والبطن زي ما هي. ليه كده؟ لانك مش هتقدر تحرق دهون من منطقة معينة، ده علميا مستحيل. دي حاجة اسمها سبوت ريدكشن. الجسم بيقرر منين يحرق مش انت. ممكن تعمل تمارين بطن تقوية العضلات، لكن الدهون اللي فوقيها مش هتختفي الا لما تتحرق من الجسم كله. يعني المعادلة ببساطة: دايت، تمارين، ونوم كويس، دهون اقل وبطن تروح. الخلاصه يا جماعه مفيش طريقه مختصره للسكس باك. الطريقه الصح هو دايما علم وصبر واستمراريه. ابعد عن الترندات وانسى الوهم، وخلي هدفك صحتك قبل شكلك. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هم دول 5 خرافات عن خساره الدهون بسرعه اتفضحوا من الاخر.